بية لمراسل الجزيرة في ليبيا بأن 10 قتلى وأكثر من 30 جريحا سقطوا في الاشتباكات التي تجددت مساء اليوم وسط مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا بين قبيلتي التبو والزوية. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. هذا وقد نفى قائد قوة التبو عيسى عبد المجيد لمراسل الجزيرة وجود أي قوات أجنبية من خارج ليبيا معه، ووصف الوضع الإنساني في قبيلته بصعب. لكن مصادر عسكرية من قبيلة زوية أكدت وجود دعم خارجي لمقاتلي التبو في المدينة. هذا وقد سقط أكثر من 47 قتيلا وما يقارب 200 جريح حسب مصادر طبية خلال الاشتباكات التي اندلعت قبل أسبوع بين القبيلتين في الكفرة. ينضم إلينا من طرابلس علي المانع، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي ورئيس اللجنة الأمنية بالمجلس. سيد خالد، بداية هل تعرفون سبب تجدد هذه الاشتباكات في الكفرة؟ مرحبا. أهلا بك. مرحبا أخت وسيلة. نعم، سألتك عن إذا كنتم تعرفون أسباب تجدد الاشتباكات في الكفرة اليوم. حقيقة ما يحدث ما بين قبيلتي التبو وقبيلة الزوية الليبيتين هو تجدد لنزاع قديم موجود منذ سنوات، ونحن كل ما نخشاه أن يكون هذا الاحتقان الموجود الآن وتجدد الصراع أو القتال ما بينهم هو نتيجة تأجيج لضغينة يعمل أزلام النظام في الخارج على إثارتها. طيب، رغم أنه كانت هناك مصالحة بين الجانبين يوم الأحد، إلا أن الأمور يبدو تطورت بشكل أدى إلى سقوط المزيد من القتلى. قائد الجيش كان قد قال إن القوات الحكومية ستتدخل إذا لم تتوقف الاشتباكات. هل الأمور تتجه الآن نحو تدخل الجيش برأيك؟ نعم، الآن رئيس الأركان أرسل مقدمة قوة وصلت إلى مدينة الكفرة، والآن في أرتال أخرى ستتجه الكفرة هي في طريقها إلى مدينة الكفرة لضبط الأمور والفصل بين المتنازعين. وفي حالة عدم استجابة الأطراف لصوت العقل لنزع السلاح فيما بينهم فإن رئاسة الأركان ستتدخل بقوة لبسط هيمنة ونفوذ الدولة الليبية على كافة التراب الليبي وفض النزاع بالطرق غير الطرق الودية التي كنا نسعى لها. وهل تعتقد أن التدخل العسكري سينجح في حل الأزمة وفض النزاع مثل ما تقول؟ نحن حقيقة نسعى الآن في لجنة مصالحة موجودة في مدينة الكفرة تسعى لإخماد النزاع الموجود الآن ومحاولة الوصول إلى اتفاق صلح وتهدئة ما بين القبيلتين. وفي حالة فشل هذه الاتفاقات فإننا سنضطر إلى التدخل بقوة لفض النزاع ما بين القبيلتين. طيب سيد علي، ما حقيقة الاتهامات التي وجهتها قبيلة الزوية إلى تبو بوجود عناصر أجنبية تشادية بالتحديد تقاتل مع التبو؟ هل لديكم معلومات بهذا الخصوص؟ حقيقة وردتنا معلومات بالخصوص لم نتأكد من صحتها إلى هذه اللحظة رغم وجود بطاقات تعريف هوية لبعض التشاديين. نحن لسنا متأكدين الآن من صحة هذه المعلومات ونسعى الآن إلى التأكد منها، ومن خلالكم أهيب بكل الدول المجاورة التي تربطنا بهم صداقة بأن ليبيا الجديدة تسعى إلى تمتين وربط علاقات وطيدة بينها وبين دول الجوار في كافة الاتجاهات في الشرق والغرب والجنوب، ويهمنا أن تحافظ هذه الدول على الحدود ما بين ليبيا وما بين تلك الدول، وألا تكون هذه الحدود منفذا لتسرب أعوان النظام وأزلامه الفارين ولإحداث فوضى ونزاعات داخل ليبيا. شكرا جزيلا لك علي المانع، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي ورئيس اللجنة الأمنية بالمجلس.